النائب باسم المالكي، تفضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، الشركات المملوكة للدولة تحصل على دعم مستمر من الدولة، فذلك يجب أن تساهم في الحساب العام للدولة. فمن غير المعقول الكيل بالمكيالين، فالدولة تتحمل الخسارة وتدفع مبالغ دعم مستمرة. هذه الشركات لإنقاذها من الخسائر، والشركات لا تشارك ولا يتحول جزء من أرباحها إلى الدولة. الوضع المالي الذي نمر فيه يحتاج لمعالجة سريعة، وأن يكون للشركات الوطنية الحكومية دور في معالجة هذا الخلل الحالي، ومن خلال تحويل المبالغ الكلية من الأرباح في الحساب العام لمواجهة أيضا الدين العام المستمر في الارتفاع. فلا يمكن أن تكون هذه الشركات شريكة في الخسارة وفي الربح لا يكون لها دور. معالي الرئيس، ديوان الرقابة المالية والإدارية يراقبون الشركات المملوكة للحكومة بصفتها جزء من الجهاز الحكومي، ولكن في المقابل فإن أرباح هذه الشركات لا تدخل في الحساب العمومي. معالي الرئيس، شكرا معالي الرئيس.